بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا ومرحبا بكم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل ما نبتدي الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. زي ما انتم شايفين هنعمل مع بعض النهاردة البريوش، عجينة مضمونة قطنية مقادير مظبوطة ان شاء الله تعجبكم. تعمل معانا كمية كويسة جدا، طالعة معانا مظبوطة، سواها مظبوط. من كيلو دقيق هتعملي كمية كبيرة جدا من البريوش. زي ما انتم شايفين النتيجة واضحة. نفتح بقى واحدة مع بعض. شايفين؟ ان شاء الله تجربوه يعجبكم. وندخل على بركة الله نبتدي الفيديو. اول حاجة هيكون معانا كيلو دقيق هننخله، وهيكون معانا بيضتين، معلقة كبيرة ونص خميرة فورية، 125 جرام من الزبدة، كوباية سكر، ومعانا كوبايتين حليب، وطبعا معانا فانيليا، ومعلقة خل كبيرة. هنحط بقى السكر والدقيق وهنحط معلقة ونص خميرة فورية، معلقة كبيرة ونص خميرة فورية. بنحط كمان معلقة صغيرة من البيكنج باودر ورشة ملح، وهنحط فانيليا بقى عشان البيض، وكيس برضو من الفانيليا اللي هي البودر، معلقة خل كبيرة. هنقلب بقى كل المقادير مع بعض. لسه يا جماعة ما حطيناش الزبدة، دفينا بقى اللبن. المقادير محطوط فيها كوباية سكر يا جماعة عادي. العجينة دي مقادير مظبوطة جدا. بعد ما حطينا بقى اللبن وعجناها شوية نبتدي ننزل بالزبدة، نعجن العجينة بقى لحد ما تلم معانا. وبعد كده هنسيبها تخمر حوالي ساعتين. هنجيب الصاجات بتاعتنا ندهنها بقى زبدة خفيف، هنبتدي بقى نقطعها لقطع كده متساوية، ادي مثلا قطعة القرصة كده. هنقطعها كده وبعد كده هنكور كل العجينة اللي انتوا شايفينها دي. اهو هنعملها بقى زي الحبل كده، حاجة زي رول طويل. وبعد كده نلفها زي ما انتوا شايفين، واخر الطرف نحطه من تحت البريوش. نعمل مع بعض كمان، نحاول نعمله رول طويل شوية. بعد كده نلفها بقى ونحطها في الصاج. نمشي معاها كده بالراحة وتتفرد معانا بمنتهى السهولة. اهو بنخلص بقى كل الكمية دي ونسيبها تخمر. بعد كده بنجيب كوباية زبادي، لا اما بيضة عليها نص معلقة قهوة سريعة الذوبان، ومعلقة خل،
وتدهنوا بيها، لا ده لا ده، بس انا ما بحبش كده، انا بحب ادهن بزبادي. زبادي عليها معلقه لبن بودر. هندهن بقى وش البريوش كله بعد ما طبعا سيبناه يختمر. العجينه دي يا جماعه والمقادير دي مظبوطه، ان شاء الله تجربوها وتنجح معاكم، بتعمل معاكم كميه كبيره جدا ومناسبه. الكيلو دقيق بيعمل معاكم يعني ممكن تعملي 25 قطعه بريوش. بعد كده بقى هنجيب السكر بتاعنا العادي، وهنرش ايه على وش البريوش. وممكن كمان تسيبيه من غير سكر على الوش وتدهنيه اول ما يخرج ايه بشربات او عسل. طبعا انا بحط صينيه فيها شويه ميه عشان ايه الصاجات ما تتحرقش. طلعنا طبعا الصاجين وحطينا الصاجين التانيين على درجه حراره 220، تاخد معانا حوالي ايه 17 دقيقه. وبكده خلصنا البريوش وطلع معانا زي ما انتم شايفين، سهل جدا وما بياخدش وقت والله خالص. بيطلع معانا خفيف وهاشش زي ما انتم شايفين. لو وصلتوا معانا لحد كده ما تنسوناش بقى باللايك وتعليق كده جميل منكم، واللي ما اشتركش في القناه يشترك فيها. ان شاء الله نكون دايما كده عند حسن ظنكم وتكون فيديوهاتنا بتعجبكم. وبكده خلصنا البريوش. اسيبكم بقى على خير واشوفكم على الف خير، واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم في رعاية الله.